احنا بقالنا ساعة الا ربع يا جدعان شغالين، انتوا فجأة انتبهتوا ان الحفلة بدأت. بس ايه رأيك؟ العضوة رقم 32 أمور يا حبيبة قلبي، الفلوس لعبت. لا انا هنا واقفة، لا مؤاخذة يا جماعة معلش لحظة. انا حياتي مش ناقصة. علي مين اللي تقل في الشرب وعايز يقوم امي من الكرسي؟ انا ما كنتش متخيل ان الحفلة هتبقى حلوة قوي كده. ربنا كرمني وبقيت دلوقتي في برج كبير زي التجمع والحاجات بتاعت كفر عبده، اللي هما بيتكلموا كده مش فاهمين عايزين ايه عشان في لاج، داخلين النت من التليفون الارضي بتاع زمان فالكلام لسه بيتكون معاهم. ضحك فشخ. اوكي. بحبهمش ابدا. عندي فيو لطيف جدا جدا، وانا اخيرا بقى عندي شباك ما فيهوش طوب احمر ولا انسان بفانيلا وسجاره وشعر صدر، وشعر صدر مردوم بالطفي اللي هو فيه في كده اللي هو مش هنتحرك. نعم. ولا ايه؟ لا انا هنا واقفه، لا مؤاخذه يا جماعه معلش لحظه. معلش انا اسف. انتوا فعلا تخيلتوا ان انا خدت الشقه اللي بتبص على السجن؟ لا. كنترول زد. انا لو مكانك كنترول زد، لان انتوا بيجي لي في ناس بتقابلني في الشارع تقول لي انت ازاي عايش في شقه على السجن؟ اعمل كده ليه؟ انا حياتي مش ناقصه اروح ابص على السجن على المحابيس. لا اكيد لا. ساعات بشك ان احنا اصحاب يا جماعه. الشقه فيو لطيف جدا، شايف افق قدامي، وده حاجه مريحاني نفسيا بعد سنين من الحرمان والعذاب واللخبطه، رغم ان اهلي ماديا كويس. نعم يا حبيبتي. اهلا في الندوه الجميله. العضوه رقم 32 امور يا حبيبه قلبي. خير يا عينيا. انا مش شايف. عايزه بيبسي؟ الفلوس لعبت. انت لسه واخده بالك؟ بس استاهلها. والله. ربنا كرمني وخدت البيت انا مش عارف البيت ده نجس، مش هتكلم فيه ولا ايه الحكايه؟ يعني انتوا مهتمين تعرفوا ايه اللي حصل في البيت؟ اصل الحته اللي جايه حلوه. انا مش مجروح في البيت فقاعد براحتي. لا تماما. لان اي حد محتاج يشوفني جوه البيت او في البلكونه هو محتاج يكون معاه سنايبر على بعد 18 كيلو، وانا لو حد عمل كل ده عشان يشوفني بالبتاع حقك اتفضل. انا احب اللي يصرف على شغله. ده راجل طلع برج مراقبه وجاب احدث قناص وقاعد عشان يتفرج على. تمام اتفضل اتفرج، يعني ما عنديش حاجه اخاف منها، بالعكس ده منتهى الجاذبيه. فانا ببقى قاعد طول الوقت مرتاح، وكراجل عايش لوحدي بقالي كتير جدا، فانا اتعلمت الطبخ وانا طباخ شاطر جدا، دي حاجه انا فخور بيها جدا. فكل فتره كده عشان مشغول جدا. انا قلت ايه؟ عشان ابقى فاهم شغلي بس. انا قلت ايه دلوقتي؟ عشان الطبخ؟ اوكي. بس انا مش هاكلكوا حاجه دلوقتي يعني. على كل انت عايز ايه من امي؟ تعال عايز ايه؟ تحيه كبيره جدا لست الكل امي يا جماعه. مين اللي عايز يقوم امي من الكرسي؟ مين اللي تقل في الشرب وعايز يقوم امي من الكرسي؟ طب تحيه كبيره بقى لامي وخالتي وبنت خالتي وبنت خالتي وخالتي وجوز خالتي واعز اصحاب عمري وبنات اختي اللي موجودين وجوز اختي، اهلي اللي معظمهم اول مره يحضروني. محدش قام من حته، الدنيا كلها تحت رجلك. الحمد لله على السلامه وربنا يقومها بالسلامه يا جماعه. تحيه كبيره قوي قوي لامي والنبي. بس انا فاميلي بيرسون. نعم. اعمل ايه؟ انا سوري قعدت على حجرك؟
يا جماعه مش عايزين قلق في القعده بقى يا جماعه، مش هينفع كده. انا ما كنتش متخيل ان الحفله هتبقى حلوه قوي كده. مين عايز ايه؟ اهلا خالتي حبيبه قلبي ما تتحرمش. منوره الدنيا، حرام، شكرا جزيلا. شكرا، تحيه كبيره قوي قوي لخالتي، اول مره تحضر لي، بقى لها سنين جدا بره مصر. معلش انا اسف. شكرا لؤي، حطهم في المزرعه جوه. هرجع ورا شويه. انتوا مش شايفين من ال اوكي كده كويس؟ نعم؟ نعملها زوم بقى من البيت. احنا بقى لنا ساعه الا ربع يا جدعان شغالين، انتوا فجاه انتبهتوا ان الحفله بدات. هو الضحك ده جاي منين يا محمد؟ مش كنا رحنا حفله علي قنديل؟ انا طالب رنجه بقالي. ده في نور هناك، ده حلم ولا علم؟ بس ايه رايك؟ في واحد متاخر فايق جه قال لهم الحفله بدات وانتم مش شايفين. بس حاسين. علي عشان نشوفها حلوه. علي ارميها له. شايفني يا صاحبي؟ لا اشرب لبن بقى. ما انا اكتر من كده مش هحس الناس، وانا راجل حساس ماسك الفاس وماشي في الدنيا كده. كويس تمام. بقول لك ايه مع كامل احترامي، بس انت تذكرتك ب100. معلش 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 على راسي. دي دعابة تسويقية للفيديو والله، بس انت على راسي اقسم بالله، مش بالفلوس يا باشا. ما انا معايا فلوس، هل انا سعيد؟ لا.